اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقة عمل الصابون البلدي. هنعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبجد هيبقى معاكي تحفة جدا. طبعا انت لو عندك زيت انت استعملتيه كذا مرة مش هنرميه، ان شاء الله هنستخدمه في الوصفة دي، هيبقى معاكي تحفة جدا. طبعا هتعملي من الزيت المستعمل احلى صابون بلدي. وشوفوا الرغوة، حاجة كده اللهم بارك، حاجة كده روعة بجد، حاجة جميلة جدا اللهم بارك. شوفوا الرغوة بتاعته عامل ازاي، يا دوبك قعد 5 ساعات وبعدين جمد. يعني بتسيبيه 5 ساعات وبعدين بيجمد معاكي بالطريقة دي، وهيبقى معاكي تحفة جدا، حاجة كده اللهم بارك روعة. شوفوا شكل الصابون اللهم بارك، حاجة كده جميلة الله اكبر. شوفوا الرغوة بتاعته بجد وريحته بجد هايلة. اقولك طبعا على اسرار كده وتكات هيخلي معاك الصابون بجد بتاعك مميز. تعالوا نشوفوا انا عملت ازاي. طبعا انا جبت كده اي بلاستيكية عندك كده. انا طبعا جايبة كده بلاستيكية غويطة، حطيت عليها كوباية من المية، وحط عليها ربع كيلو من الصودا الكاوية، وبشيل منها معلقتين. يعني الصودا الكاوية انا بجيب ربع كيلو وبشيل معلقتين. حطيت كده الصودا الكاوية على المية. طبعا الصودا هتطلع معاكي بخار وهتبقى معاكي سخنة ومش هتبقى ألطف حاجة. طبعا اهم حاجة وانت بتشتغلي لو خلي بالك كويس جدا، لا اما تلبسي كلافز لا اما تخلي بالك. طبعا انا سبت كده الصودا تهدى كويس جدا. طبعا ما استخدمتهاش على طول، سبتها تهدى كويس جدا، وبعدين بضيف لتر من الزيت. طبعا معايا لتر من الزيت هيطلع معاكي احلى كمية من الصابون البلدي. طبعا ادي اللتر من الزيت، ضفت كده اللتر من الزيت، افضل ادوب بقى واقلب كويس جدا. كل ما بتقلبي كل ما بيتقل معاكي ولونه بيفتح، وهيبقى معاكي كده اللهم بارك حاجة تحفة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو لونه برضو ما فتحش اقولك برضو على شوية كده انت هتحطيها هيبقى معاكي تحفة جدا. طبعا بحط كده ليمونة، ده ليمونة كاملة، بعصر كده ليمونة وبفضل اقلب كده كويس جدا. لونه ما فتحش معانا، ازاي نخلي لونه يفتح معايا؟ حطيت كده معلقة من الملح. طبعا الملح بيساعد ان هو يجمد معاك بسرعة، وبجد هيبقى مادة حافظة، وبجد هيبقى تحفة. الملح هيخليه يجمد معاك بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. قلب. طبعا ازاي اخلي لونه يفتح؟ احط كده كيس من الصابون البريل، صابون المواعين العادي او البريل ده. طبعا بريل بتاع المواعين. شوفوا اول ما حطيت لونه فتح، شوفوا. وطبعا كل ما بتقلبي لونه بيفتح معاكي زي ما انتوا شايفين كده. اول ما حطيت لونه بيفتح معاكي. طبعا البريل بيديكي كده ريحة حلوة وبيديكي رغوة حلوة، بيضيع معاكي ريحة. لو انتي الزيت بتاعك مطرحه مكان السمك بيضيع الريحة، وبجد بيبقى تحفة زي ما انتوا شايفين كده. ادي لونه فتح كده شوية وبجد هايل جدا. ومعايا طبعا كيس من البرسيل الجل، اي برسيل جل عندك حطيه، بس افضل انه يكون اكياس جاهزة، ما يكونش برسيل سايب. انا بفضل كده يكون اكياس جاهزة. معلش كده انا صورت فتلقى التليفون اتعمل مني وما خدتش بالي الا بعد ما صورت الحتة دي. زي ما انتوا شايفين كده اول ما حطيت، شوفوا بيجمد معاكي بسرعة جدا. الملح بيديكي صلابة اكتر وبجد بيبقى معاكي تحفة. طبعا حطيت الكيس من البرسيل الجل وقلبت، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بيبقى قوامه زي الكيك كده. انت لو عندك كده كوباية الكب كيك كده او كوباية الكب كيك انت تحطيها عادي كويس جدا وهيبقى معاكي تحفة. عاوزة تحطيه في صينية تفرشي كده، تعملي الصينية من تحت، تحطي فيها كيس بلاستيك، وبعدين بتحطي الصابون معاكي بجد هيطلع معاكي تحفة زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده بحط كده الكمية زي ما انتوا شايفين كده بالراحة كويس جدا علشان ما تجيش على ايدي، لانه بجد هيحرق لك ايدك اهو يا حبايب قلبي.
وطبعا انا جبت كده، كان عندي اطباق الرز بلبن. انت لو حابه تحطي فيها ماشي، مش حابه خلاص. بصراحه انا كنت مقلقه شويه اللي انا حطيت كده، علشان برضو هي بتبقى برضو اطباق الرز بلبن فيها كده زي الالمونيا كده شويه، فانا خفت ايه لا يعمل لي الصابون. بصراحه طلع هايل، ما عمليش اي حاجه في الصابون ولا تفاعل معه ولا اي حاجه خالص، ويبقى معاكي تحفه. عاوزه تحطيه ماشي، مش حابه لو مش حابه انك تحطيه انت حر. طبعا زي ما انتم شايفين كده دول اطباق كده الكب كيك، بجد سهله جدا. يعني انت ممكن تحطيها ولا تعوزي بقى الايه تفرشي كيس ولا اي حاجه. طبعا انا سبته كده 5 ساعات، بعد 5 ساعات بيطلع معاكي بالحلاوه دي، بيبقى ناشف وبجد بجد بيبقى تحفه، حاجه كده اللهم بارك كده جميله جدا، ورغوته وريحته هايلة. طبعا البريل على البرسيل الجل هيضيع معاكي اي ريحة سمك، اي ريحة اي حاجة انت قلتي فيها بالزيت، يضيع معاكي اي ريحة. وادي شكله حاجة كده، شوفوا بيطلع معاكي بكل سهولة اللهم بارك. شوفوا الاطباق اهي، ولا تفعل معاه ولا اي حاجة خالص، حاجة كده اللهم بارك روعة. وزي ما انتوا شايفين كده بتقعدي 5 ساعات، وبعدين بتطلعيه كده. انا بطلعه وبحطه كده في طبق واسيبه برضو ينشف كويس جدا. هو نشف بس بامان هو منشفش قوي، لانه 5 ساعات. يعني ما تسمعوش كلام اي حد ان يقولك ده هينشف معاكي في ساعتين او 3 ساعات. لا يا ماما، مش هينشف معاكي بالطريقه دي، لسه الجو برضو ما سقعش قوي. لو الجو سقع قوي هينشف بصراحه معاكي على طول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هو نشف معايا بس ما نشفش قوي. وادي شكله. طبعا اللي عملتهم كده بالاطباق الرز ابو لبن، طبعا حطيتهم كده قطعتهم قطعتين. طبعا انا جبت سفنجة دي ناشفة بتاعت اللي بتدعكي بيها المواعين. طبعا هي ناشفة، يعني ايه ما فيهاش ولا مية ولا بريل، يعني كل حاجة قدامكم كده. انا جبت كده شوية كده من المية وحطيت كده فيها السفنجة، وبعدين عملت كده رغيت كده بالصابونة على السفنجة. شوفوا الرغوة وشوفوا الحلاوة وشوف الطعام، بجد حاجة كده جميلة جدا. ما بالك بقى لما يقعد 2 و3 هيبقى عامل ازاي، هيبقى رغوته كمان عاملة ازاي، وهيبقى ريحته عاملة ازاي. بجد حاجة كده روعة. شوفوا الرغوة اللهم بارك، حاجة كده روعة. اه يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده حاجة كده جميلة. من لتر زيت هتعملي الكمية الصابون المحترمة دي، بجد كمية جميلة جدا. بجد هتستخدميه الصابون تغسلي فيه. لو عندك بقع في الهدوم بتعملي كده بالصابونة عليها، بجد بتروح المواعين، بتخليلك المواعين مراية، حاجة كده.